فريق رجاء رياضي ومقبل الجد العام، جرب هنا جرب هنا. كاين بلاغ ديال الالتراس كانوا واضحين، تيحلوا المنخرطين بانهم يطلعوا من المستوى ديالهم ويمشيو مع الطرح اللي جاي ديال الشركه الى اخره. ولكن مشاو في فقرات يقولوا ودي الحسبان الله يخليك سير ارتاح مع راسك، بقى رجاوي بحال بحالنا بعيد بلا ما ندخل المنافسه. هذا هو البلاغ، هذا هو الخلاصه ديال البلاغ ديال الالتراس من غير المستجد اللي كاين. انا اللي قالوا لي اللي تقال لي على خلاف ما كان بانه ماشي عبد الله غنام اللي قال البربري يدخل في اللائحه ديال هذا اخرين اللي هما من هذا لا بحال هذه. انما اللي خصنا نفهموا بانه هاد الناس كيعطلوا دابا في الرجاء، واحترموا بلاغ الالتراس كما نتفقش معاه، احترموا. لكن اعتقد بان المصلحه العامه للرجاء خصها تخدم في 48 ساعه اللي جايه دغيا، نخرجوا بصوره واضحه بلا هاد زياده المشاكل اللي ما عندها حتى معنى، اللي كتعطل المستقبل قريب الرجاء. راه كيف قلت انا في الفيديو اللي نشرت في الصفحه بان بلاغ يعني الترا ديال الرجاء هو موقف مهم، لانه يعبر على واحد فئه ولا واحد جزء مهم داخل المنظومه ديال فريق الرجاء الرياضي. رايهم يحترم ويناقش، ولكن ما كيعنيش بانه هو الراي السائد ولا هو اللي خصو يكون. لان الا رجعت راني عطيت مقارنات وامثله، غير قبل الازدواجيه داروا بلاغ ضد يعني عوده بودريقه ورجع حسبان، وراه ماشي حسبان اللي داروا عليه البلاغ باش تكونوا راه برويره كانوا داروا عليه بلاغ. الا ذكرتي وقالوا لي ما تبقاش توقع، يعني بالفكر ديالك ما خصكش تبقى توقع، معناه ما يجي بانون، ما يجي فلان، ما يجدد لعابه، ما يدير حتى شي حاجه. وبالتالي كان الرجاء يدخل واحد المرحله ديال الفراغ طويله، لانه خصو يتسنى توجد التقارير الادبيه والماليه باش يقدمها باش يدير الجمع العام. كانوا داروا بلاغ من قبل على سي جواد زياد، انا كنذكر الاسماء اللي مرشح دابا سموه بالرئيس الهارب، وزيد من البلاغات. هذه مواقف تحترم. راه بودريقه راه داز ازدواجيه وفي وجده هزوا عليه عاوتاني لافته باننا باقيين ثابتين على الموقف ديالنا وما خديتش ازدواجيه. يعني عندهم مواقف ديالهم تحترم لانهم هم جزء من المنظومه ديال فريق الرجاء الرياضي. ولكن كاين ناس اخرين يقدروا يتفقوا، يقدروا ما يتفقوش مع البلاغ، لان مرحله من المراحل رجاء البدراوي وراه دوينا فيها مره وجوج وثلاثه، وكل شيء عارف الطريقه اللي جا بها البدراوي وكيفاش جا والتهديد اللي وقع. راه هزوا باسطه في 2013 على الحكماء، من بعد الحكماء هما اللي كيجيو اليوم باش انهم يحلوا المشاكل في كاع الفترات، ماشي غير دابا كيجيو باش يحلوا مشاكل ديال الرجاء، وهما اللي كاينين دابا في هذا المشروع الجديد ديال الشركه الرياضيه. بمعنى لو مشينا مع هذا الطرح هذا او لا قلنا هو السائد، بزاف الاشياء ما كانش غتعيشها فريق الرجاء الرياضي من هذا الشيء اللي تكلمت عليه، لا الازدواجيه لا غيرها لا بيروين دابا لا الحكماء يرجعوا للمشهد ديال فريق الرجاء الرياضي. وبالتالي كانت الرجاء تشوف واحد السياق اخر من غير هذا الشيء اللي كتعيشوا في هذا. ما كيعنيش بان الموقف ديالهم لا نقولوا لا راه لا، كل شيء داخل منظومه الرجاء في كل مرحله من المراحل داروا اخطاء. لا المسيرين السابقين اللي هما الحكماء رجعتي التقارير ديالهم الماليه غتلقى فيهم اخطاء، حتى في اختيارات ديال اللاعبين، حتى في اختيارات ديال المسيرين اللي كانوا معاهم. غتجي الفترات اخرى كل واحد كانت عنده ايجابيات وكانت عنده سلبيات. شنو هي الديمقراطيه؟ الديمقراطيه هو ان كل واحد يعبر على الراي ديالو، وفي الاخير كنمشيو لديك الالات ولا ديك الاليه اللي غتفرز لنا الرئيس اللي عليه التوافق. حتى ملي كيقولوا مثلا المكتب ولا اللائحه، حتى ملي كيقولوا مثلا تصويت مثلا علني، التصويت العلني راه القانون الاساسي ديال فريق الرجاء الرياضي كيقول لك التصويت خص يكون سبب الصناديق. الا بغيتي التصويت العلني خصك تغير القانون، الا بغيتي تغير القانون هاد الناس ديال لي زيطا يجيو ينخرطوا ويجيو الجمع العام ويطرحوا الافكار ديالهم، او لا يجيو وياخذوا هما مشعل ديال التسيير مثلا، لان فيهم كفاءات، فيهم ناس اللي هما اطر عليا وفيهم ناس اللي هما دون المستوى. باش ما نقولوش راه حنا كاين الشريحه كامله كتوتد لي زيطرا، كاين اللي دكاتره ومستوى عالي، كاين اللي محسوب على لي زيطرا غير باش يفرغ شي حاجه ديالو ولا بيدير شي حاجه ديالو. وربما هذا البلاغ وانا سايرت زعما ولا كنت متبع الكواليس، بزاف الرجاويين من غير اللي هما محسوبين على الحسبان حتى اللي محسوبين على جهات اخرى كلهم كانوا عارفين بان غيصدر بلاغ ضد سعيد الحسبان فتره من الفترات. لان المؤسف هو ان في الكواليس كاين اشياء اللي كتوقع. انا كانني مثلا مساند فلان ولكن انت الاجتماع حسبان راه ماشي من حقك، لا وكان ما عرفت شنو. وخلينا نتفقوا بان غادي نكمل الفكره ديالي هو اللي مع عبد الله بيروين هذاك حقه، واللي مع سي جواد زياد هذاك حتى هو حقه، واللي مع حسبان هذاك حقه. كل واحد عنده ناس دابا اللي مشاو في اللائحه مع حسبان، واللي غنعاود نقولها كاينين في اللائحه ناس اللي توجوا بالازدواجيه وكانوا في اللائحه ديال عادل هاله وديال مدرقه وكانوا في هذه المرحله الاخيره، وكاين واحد ولا جوج اللي كانوا في المكتب المسير ديال زياد وكاينين واش هذا الشيء هاد الناس واش جابهم حسبان صحه فرض عليهم هددهم شنو دار لهم باش يجيو اللائحه؟ اختيار ديالهم. ملي قال حسبان انا غنكون مرشح وبدا الحمله ديالو ولا بدا الاتصالات اختاروا باش انهم يكونوا مع حسبان. كاين المشكل كيف ما ناس اختاروا باش انهم يكونوا مع زياد، كيف ما ناس قالوا حسبان لا حنا غنكونوا مع زياد، كاين الناس اللي قالوا زياد لا حنا غنكونوا مع حسبان، كاين الناس اللي قالوا لهم بجوج لا غنكونوا مع بيروين. وهذه هي الديمقراطيه. علاش كتبغي انت تاخذ واحد الحق وتحيدوا الناس اخرين؟ انا لا اتفق مع هذه المساله. انا رايهم يحترم وموقفهم يحترم وتاريخهم فريق الرجاء الرياضي معروف وقيمتهم محفوظه، ولكن ماشي حين تخداو الموقف راه غنحيدوا الحق الناس اخرين. خلينا نتفقوا على واحد النقطه باش نكونوا منطقيين ما نكذبوش على راسنا. الايقاع في الرجاء العام كيلتقطوه من الراي العام اللي هو لاماس، ولاماس بالنسبه للمنخرطين وتا السلطات باش نكونوا صراحه هي الالترا اللي عندها الالماس، ماشي هي في الدار البيضاء، عندها الالماس جينيرال في المغرب كله خارج المغرب.
حاجه وحده انا بغيت غير نفهم هذه اخر نقطه باش نمشيو للشركه. هو بزاف الناس كتعرف في ديك النقطه اللي هو حق النقاش خصو يكون النقاش كيوصل العودي منطقي. توصل العودي تسالتي وكون دير التقييم اللي دار الرجاء راه يمكن دار على اسس غير صحيحه، يمكن الاسس صحيحه الارقام ما كانتش، ولكن كاين راي اخر تيكون دير هذاك غير تضامن مع الرجاء في اطار الاريسو بطريقه استثماريه فقط. قبل ما نرجع ملي كنتكلموا على نرجع معك، انا بغيت نناقش معك هذه المساله ديال ملي كتكلم على ماس، راه ماشي دائما راه قالها السي هذا، راه نعطيك امثله. واش هاد لاماس اللي دارت باسطه ولا ماس اللي كانت مع بدراوي، انا ماشي كنحملهم هم المسؤوليه، انا كنعطيك واش لا يعني الاشارات تلتقط وهذو ماشي اشارات كيتلتقطوا منين نجمد قاعه المنخرط الرجاء. علاش ما يلتقطوش الاشاره منين نجمد الدور ديال المنخرط نقول حتى واحد ما يصوت ضد البدراوي؟ واش هذه ماشي اشاره؟ كاين اكثر من الاشاره اللي زادت على الرجاء تقريبا الا ما خفت نكذب واحد 4 مليار ديال اللي تيج، ممكن تكون ولا 3 مليار، ما عنديش رقم صحيح. واشياء اخرى انا هنا كنقول بان نفس اي واحد كيخول لي القانون يمارس الحق ديالو خليه يمارس الحق ديالو. نتوما ضد هذاك الشخص ولا مع هذاك الشخص هذاك حق. الشيء هو يخرجوا لي زيطرا ولا غيرهم يقولوا حنا مثلا مع زياد او حنا مثلا مع عبد الله، هذا حقهم يعبروا على الموقف ديالهم، حقهم، لان هذه هي الديمقراطيه. الديمقراطيه هو انني انا نمارس الحق ديالي ونحفظ لك انت الحق ديالك. انت مع فلان اكس واللي مع اكس، ولكن المصلحه اللي تكون هي المصلحه ديال فريق الرجاء الرياضي، ماشي انا مع فلان المصلحه عندي مصلحه معاه ضد مثلا اللي غيطلع ويكون يعني المصالح ديالي هو انني غير نستافد من واحد لا تكون المصلحه. وانا راه قلت بان هذا البلاغ اللي خرج هو ايجابي ماشي سلبي. علاش؟ اي رئيس غيجي غيدير عليه الضغط. راه حنا عبرنا على الموقف ديالنا وحنا مثلا ما بغيناش فلان لاننا ما كناش كنشوف في راس المرحله. مثلا طلعتي انت كنشوف في راس المرحله وبين لنا فعلا بانك رجل المرحله وبانك غادي تقود الرجاء بداك الشيء اللي حنا بغينا. وهذا النقاش كيتخلق راه في اي جمع عام كيكون نقاش، في اي جمع عام كتكون كولاسه، في اي جمع عام كيكونوا ليكلون، في اي جمع عام كاين اللي مؤيد وكاين اللي معارض. راه ربي خلقنا مختلفين لهذا الشيء. يعني انا بغيت غير الناس ماشي تقول لا صافي دواء اللي لا اللي راه وي راه دواء، ولكن اللي راه فتره من الفترات دار وقفات على مدرب اللي جاب القاب وعلى رشيد الاندلسي اللي الفتره ديالو تعتبر من احسن فترات التسيير في الرجاء، وبدل على الرجاء واحد الكريديات وخلى الناس كتخرج لك 11 مليار اش داروا بها فين داو 11 مليار حيدوا بها الديون ديال الرجاء اللي هي 6 مليار و600 غير مناح، وحتى واحد ما دا شي درهم دارها في جيبه. واللي عنده شي شك في ان شي واحد دار درهم في جيبه من التقرير المالي راه المخالفه عندهم الحق يمشيو يديروا الافتحاص. حنا ملي كندوي معاهم من الامور اللي هي منطقيه حتى واحد ما كيستاجل. لا غتبقى عندي في الذكرى ديالي ان الاندلسي دخل 11 مليار راه داوها صرفوها داوها في جيوبهم. لا كون كتظلموا الناس. واش نتوما كتظلموا الناس وحنا كنشوفوا الناس مظلومين ونسكتوا نقولوا لا راه الجمهور لا راك غلط ولا كنت انا صوابك على صواب. الناس راه ما داوش الفلوس، واللي عنده شي واحد كيقول الناس دار الفلوس يديروا الضغط على المنخرطين ويمشيو يديروا الافتحاص. ملي كنتكلموا بالمنطق ماشي لاننا بغينا فلان ولا علان، راه اللي غادي يفرز له الصندوق غيكون الرئيس ديال الرجاء. دونك انا عندي انا نكمل لك نهار فرزو انيس محفوظ وكانوا راه دار ومن بعد هما نيت وقفوا ليه وهدوه باش انه يدير هذا الاجماع اكثر من اللي كان على البدراوي من بعد ذاك الاجماع كله. فهمني دابا كان الاجماع على البدراوي. واش غادي نفكروا بانه الا مشينا بهذا المنطق ديال انه كاينه لاماس كانت كلها، واش هاد لاماس بقات معاه حتى لاخر لحظه؟ لا لاماس عندها نتائج. السلام عليكم. لاماس عندها نتائج ما عندناش فاش غير انا التصور اللي عندي وتساؤل اللي نطرحوا نديروا بهذا النقاش قبل ما ندوزوا الموضوع الاخر ناخذ واحد 5 دقائق باش نديروا الحلقه. واش فعلا انا كنسمع وملي كنسمع كنبقى ديما كنستقي من هنا وهنا. واش فعلا جواز زياد اللي باقي ما عندناش ترشح ديالو ما عندوش كاين مكون كاين الاعلان ويحطها في الكتاب العام الرجاء باقي ما كاينش. واش فعلا باغي يدخل كلاي حاجه ما بغيت يدخل لنفسه. هذا هو ماشي حيت دائما كانت عنده هو القضيه راه فيها ماشي الولد غنم بغيتو بطريقه ولا عقلت لك كنا كنعيشوا في المرحله ما قبلوش ندعوا لي ما يجيناش واحد المره لا عقلت غاديونا الرجاء الرباط. يعني ديك الساعه كان صديق ديال الناس اللي كانوا في الجامعه عقلتي هذا عقلتي انا كانوا كطلق عليه الهضره. ثم المرحله الثانيه جابوا اوزان الله يفقد يكتب بنفس الطريقه عقلتي وقدموا الناس الثانويه اللي هو ودي انا كندعيكم بانكم تساندوا هذا السيد وما تعرضوش وطلع وكان يمكن بلا لائحه بالانتخابات من الاول. ثم هذه المرحله الاصدار اللي كتوصل لانه هو باغي يفرض على الانتخابات تدخل لائحه ما تدخلش لوائح اخرى وما يمشيش صديق اختها. نجيب واحد التعليق جاب على بالدي بان بالدي ماشي فسخ العقد ديالو مي العقد ديالو غيسيف 30. الناس كتسول علاش كاين في لونطرينمون لان العقد ديالو غيسيف 30 عام واحد يسيف 30 يونيو وغادي يمشي. دونك هذا هو علاش الراجل شادين 30 سنه ماشي نيغوسيو معاه يدرب علاش كيدرب فاتيرا كيدرب دابا معنا فاتيرا كيدرب وخافي تا هو كيدرب وكل كيدرب ما فعلوش الكونجي تا هما رجعوا حيت دابا فاتيرا كيقدر يفعل الكونجي وكيجلس راه كاين كيدرب مع فريق الرجاء الرياضي. باش نشرح هذه المساله انا بالنسبه لي التوافق ماشي باش كل واحد نعطيو الحق ديالو ماشي كنظن زياد بوحدو اللي باغي التوافق راه هما يعني رؤساء يعني السابقين كلهم باغيين المساله ديال التوافق لان هما دائما كيمشيو الاتجاه ديال ان الرجاء ما يكونش فيها صراعات يعني نكونوا موحدين واحد اللائحه ونمشيو. وراه عاشت زياد في الفتره اللي كان زعما تأييد كبير من جميع الجهات ما كانش كاع شي واحد اللي كيقول انا كذا مع التسيير بدات كتبان امور مي في اللحظه اللي كان فيها كان تأييد كبير. هذا هو الفكر اللي عند يعني الرؤساء السابقين ديال ولكن واش هذه المساله راه ما كتلغيش الحق ديال بيروين انه يترشح لان باش تجي تقول كليت بيروين ودخل معك بيروين ولا بيروين يكون معك واش تشاوتي مع بيروين واش حضرتي بيروين في ذاك الاجتماع اليوم ملي بيروين دعا الاجتماع علاش حتى واحد ما استاجب فيكم كامل علاش حتى واحد ما استاجب وبيروين ما دعاش الاجتماع يكون عام لا الاجتماع يكون الرؤساء كل شيء الا دابا التوافق وباغي مصلحه الرجاء التوافق راه ضد الاقصاء. الا غتقول لي التوافق وكل شيء خصو كل شيء خصو يكون حاضر ونتناقشوا ونتضاربوا ونختلفوا ولكن في الاخر نخرجوا بتوافق
خرجوا بفكره ولا خرجوا بلائحه ولا خرجوا مرشح ومعاه الناس اللي غيكونوا معاه. اما انت باغي دير التوافق وانت قاسي الناس اللي قاسي حسبان هاله جبون انيس بيروين كذا من الحضور، هذول كلهم رؤساء بغيتي ولا ما بغيتيش تقصيهم من الاجتماع وباغي دير التوافق. التوافق خص كل شيء يكون حاضر، وهذه هي الملاحظه اللي دار عبد الله بيروين، قال لهم نديروا الاجتماع ولكن كل شيء يكون حاضر بما فيهم حسبان اللي هو مرشح. الا بغينا نديروا التوافق وماشي غير حنا نحضروا، انا غيجوا معايا اعضاء مثل المسير ديالي لان عندهم الصفه، وكل واحد يجيب منخرطين اللي كيمثلوه باش كنا نكونوا نناقشوا كل شيء يسمع، باش ماشي اليوم نتفقوا على شي حاجه ونخرجوا نلقاو شي حاجه اخرى وكل واحد يبدا يقول هضره. واش استجاب شي واحد؟ ما استجاب شي واحد. الناس ما كيبان بان كاين واحد حقهم انت هما حقهم، لا ما تقولش هذا توافق، هذا ماشي توافق، هذا تأييد لا هذا تأييد للزياده، وهذا حقهم انت هما لان شنو هما المنخرطين فريق الرجاء الرياضي حقهم يزاد، ما يجيوش يبغيو يقولوا لا باغي نديروا التوافق. التوافق هو ان جميع الناس كاملين اللي كتوفر اللي كتقول مسجد الاستشهاد، شنو مسجد الاستشهاد ديال فريق الرجاء الرياضي؟ جميع الرؤساء السابقين مع بعض الفعاليات اللي منهم سيم زوار وبعض الفعاليات اللي كيختاروا المكتب المسير. واش كتحترم هذه المساله؟ ما كتحترمش. راه ملي كنقولوا كلشي رؤساء الاندلسي راه رئيس، علاش ما كيتعيطش شي؟ علاش ما كيتناقشش معاه مثلا؟ صعب خداها علاش؟ اسمح لي الا كتقول لي هذا اذا كل شيء يكونوا حاضرين وكل شيء ناقصوا المسار ديال فريق الرجاء الرياضي ماشي مرتبط غلام وحنات واوزال والصويري، لا راه كاع رؤساء سابقين رجاويين وكلهم مصلحه الرجاء كتعنيهم. اذا بغيتي الحقيقه اسمحوا لي نقول لك بقوه الاشاره قبل ما ننتقلوا للموضوع الاخر، كاين واحد اللي فعلا مخمم في مصلحه الرجاء مساعد لا قبل ما يبدا الصناعه، هو عبد السلام مقشور كان ذكي جدا. عبد السلام مقشور طاقش اشاره، شاف السي بولوين كيجيب اللعابه وكيدير معاهم، ما بغاش يفتح المخيره، ما عرفتش شنو رايك في هذا الصباح. قال لهم سلامه انا بعيد على هذا الطرح هذا، الله يعطيكم سلامه، الرجاء عندهم مواليها وانا غادي نحيد من الطرح باش تشوفونيش حيد نصنع، ما بقاش في البوف في محيط فريق الرجاء الرياضي. هذا كان مهم. اعتقد ان كما قال السي محمد يا يكونوا يا ما يكونوش، ماشي نقول لهم حنا كنقلبوا على التوافق، ولكن توافق مع واحد ماشي توافق اللي هو مصلحه الرجاء، التوافق هو اسم واحد. امين 48 ساعه اللي بقات يعني راه 48 ساعه. لا انا حددت 48 ساعه 27 هو اخر اكزاكت، ولكن انا حددت 48 ساعه باش علاش حددت 48 ساعه؟ لانه يمكن اي نهار كتمشي تدخل في الاسبوع غيتحلوا المقاطعات، غيبداو التوقيعات، فهمتني شنو نقول، غيبداو التوقيعات لي سيناتور شنو كيلعب سي كوا فورمي ليكيب سي افوار لي ميور جوار بوسيبل، اللاعبين اللي ممكنين. راه من هنا الفتره الجوار نقول لك واحد المساله هي ديجا دابا ملي كتمشي كتجيب المدرب كتجيب ليه طاقم تقني جديد، راه ديجا خديتي قرار يقدر الرئيس الجاي حملتي المسؤوليه اللي ماشي في طاقته. انت مشيتي جبتي طاقم تونسي مثلا انت رئيس، ولكن انت اللي كتفكر بان راك ممكن هنا اللوساتات ما غاديش تكون حاضر كرئيس وما غاتكونش كتسير، ما كانش لان سي عبد الله بيروي قال لك واحد، قال ما نمشيش نجيب مدير رياضي ونتحمل المسؤوليه ونخليه من مورايا ويجي رئيس اخر يقول لك فهمتي هذا علم لاعبين فهمها، ولكن في الطاقم التقني ما يمكنش تسنى، لان المدرب كتشاور معاه كيقول لك جيب هذا مثلا هاد اللاعبين، لان الظرفيه كتحتم اللاعبين كتحتم لان كاين انديه وكاين صراع اللاعبين، ولكن في الطاقم التقني شنو الظرفيه كتحكم دابا ما كاينش ظرفيه، غادي التعدادات الطاقم اللي كان ومني يجي مثلا رئيس او استمريتي غتستجب المطالب ديال الرئيس. شكون اللي قال لنا مثلا غيجي رئيس اخر وغادي يخلي مثلا الشاب، غتولي ما خصكش تناقش مع الشاب والصف ديالو. انا هذه ملاحظه بالنسبه لي، قرار بالنسبه لي ماشي صحيح. مي من هنا ل 7/7 من 27 غيتحطوا اللوائح ديك الساعه غادي يبان، وفي 7/7 غتعرف واش بيرون غيستمر والقرار ديالو غيكون صحيح انه يجيب الشابي الناس اللي غيكونوا معاه او لا غيكون رئيس اخر، وشوف شنو التصور ديالو واش غيبقى الطاقم